السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعي إبراهيم المنيسي في كل مكان، وجمعة طيبة مباركة عليكم جميعا وكل الدعاء لإخواتنا في فلسطين. ربنا يحفظهم وينصرهم ويقويهم يا رب العالمين. مين يقف في وش القطر النهاردة؟ الساعة 9 مساء باستاد القاهرة، الأهلي وبيراميدز في المباراة المؤجلة من الأسبوع ال 14 للدوري الممتاز اللي وصل إلى قمة الندية والإثارة والمنافسة بين الأهلي وبيراميدز. الأهلي وبيراميدز صراع قوي جدا على البطولة، الاتنين عاملين مسيرة القطر المنطلق. الأهلي 12 مباراة على التوالي، ما شاء الله بدون هزيمة، فوز في 12 مباراة متتالية. بيراميدز متقدم عنه بمحطتين، عمل 14 مباراة متتالية فوز، لكن طبعا الأهلي عنده عدد ماتشات أقل، لعب أقل من بيراميدز ب4 ماتشات، فبالتالي بيراميدز بيتصدر ب 68 نقطة، الأهلي عنده 57 نقطة، بس الأهلي عنده 4 ماتشات فوزوا بيهم يخليه يتصدر البطولة. بقول لكم مين اللي يقف في وش القطر، لانه الفرقتين كل واحد فيهم ماشي في الاتجاه بتاعه بالسرعة اللي وصلته للمحطة ديت. بيراميدز استغل فترة انشغال الأهلي بالبطولات الأفريقية ومشاركاته الخارجية وعمل سلسلة انتصارات الحقيقة كان فيها جزء من جهد اللعيبة وكفاءتهم وتركيز المدرب، بس كان فيها تسهيلات كتيرة، وكان فيها أمور كتيرة اتخدم فيها في ماتشات كتيرة مش وقت مراجعتها، لكن كان واضح جدا انه فيه رغبة عامة لمساندته ومساعدته. انما خلاص، ساعد نفسك بنفسك بقى. انت دلوقتي كأهلي مهمتك ودورك انت اللي تحسم امورك بنفسك. الاهلي امبارح عمل تمرينه كويسه، بعديها اختار مستر كولر القائمه اللي دخلت المعسكر. كانت المفاجاه استبعاد احسن لاعب في المباراه الاخيره، عمرو السولية. عمرو السولية اصيب في التمرين بمزق في عضله السمانه، واضح انها كانت شديده شويه لدرجه ان زمايله هم اللي شالوه عشان ما يحملش عليه، فبالتالي الدكتور بيستنى وبيعمل اشعه، وان شاء الله ما يطولش غياب عمرو السولية. السولية عودته الفتره اللي فاتت كانت مؤثره جدا مع الفريق في اللعب الجماعي الهجومي اللي بشكله حلو، لانه لاعب هاف ديفندر بيكمل بمهاره، بيشوط بكفاءه، بيمرر بدقه، عنده مزايا كتيره قوي الحقيقه. عمرو السولية ألف سلامة عليه، وإن شاء الله غيابه ما يطولش. السولية زيه زي علي معلول في توافق على تجديد عقودهم وإعلان ده الفترة اللي جاية إن شاء الله. هناك توافق لكنه لسه ما فيش القرار اللي يعلن، وخليها في وقته المناسب. استبعد محمود عبد المنعم كهربا، والراجل شايف انه كهربا لسه ما وصلش لدرجه الجاهزيه اللي تخليه يدخل قائمه المباراه، بالذات ان انت عندك وسام في افضل حالاته، والامور الحمد لله في الشق الهجومي ماشيه بشكل كويس، وانت بتسجل بكفاءه عاليه. عندك كهربا اضافه قويه، لاعب مهم جدا، ماتشات كتيره بيدخل بيخلص، لكن السياسة اللي الراجل شغال بيها خلينا نحترمها، انه في النهاية اللاعب اللي بيجهز بشكل معين بيدخل. اتمنى انه موضوع كهربا يتم بسرعة احتوائه بينه وبين مع الجاهزية السريعة ليه، ويرجع يدخل في التيم بشكل قوي زي ما كان، لانه لعيب مهم ولعيب مفيد. كولر كمان برضه مرضيش يدخل بيرستاو، وشاف انه لسه ما خدش المعدل الكافي من التدريبات عشان يكون جاهز لمشاركة الفريق في المباريات، فبالتالي استبعد برضه الثلاثي بيرستاو وكهربا، وطبعا السولية للإصابة، بالإضافة إلى استبعاد كريستو وعلي معلول طبعا اللي بيأدي التدريبات التأهيلية بعد جراحة وتر أكيلس. ناس بتسأل ايه خطة الاهلي الاهلي خدوا بالكم في حاجة، الراجل ده كولر عقر قوي،
يعني من الناس اللي بتعمل ترتيبات وحسابات بدقيقة شوية، وبيستفيد من الدروس بشكل كويس قوي. اخر ماتش خسره كان مباراة الزمالك في القمة اللي اتخطف فيها في الدوري. من بعديها الفريق عمل سلسلة الانتصارات المتتالية، زي في افريقيا من الماتش اللي خسره من صن داونز، كمل بعديها على طول عمل السلسلة الكبيرة في افريقيا. فحد من الناس اللي بيعوا الدرس كويس وبيرتبوا افكارهم كويس وعنده تحسبات كتيرة. ما اعتقدش انه التشكيل والطريقة هيكون فيه اختلاف كتير فيهم، لكنه ذاكر. يعني هو عناصره كلها جاهزة. اذا كنت بتتكلم على محمد الشناوي في حراسة المرمى، هو عنده 2 افضل من بعض في ناحية الرايت. يعني يلعب محمد هاني او يلعب عمر كمال عبد الواحد. لو لعب هاني، عمر كمال هيلعب في الناحية الشمال. لو لعب عمر في اليمين، ممكن يلعب كريم فؤاد في الشمال. وعنده عبد المنعم ورامي معاه وياسر جاهز برضه، ما عندكش اي مشكلة. في الهاف ديفندر بشكل اساسي اكرم توفيق فرض وجوده في الفترات الاخيرة، وما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه يعني. ومروان عطية برضه في حالاته العالية. وعندك امام عاشور. طبعا امام، مجدي قفشه، اي منهم ده تدعيم قوي. اليو ديانج موجود برضه كقوة دفاعية مهمة في نص الملعب. موضوعه لسه ما اتحسمش فيه اي حاجة بالنسبة لانتقاله يعني. فانت عندك البناء الدفاعي في نص الملعب كويس قوي. خط الدفاع الخلفي عناصره الحمد لله متاحة وكويسة. الشق الهجومي رضا سليم لاعب اتمنى انه يحصل على فرص كافيه، واتمنى انه بسرعه يرجع للمستوى اللي كان عليه لما جالنا، لانه لعيب مؤثر ولعيب مهاري ولعيب عنده قدراته حتى التهديفيه. فانت عندك رضا سليم، وعندك حسين الشحات، وعندك عبد القادر، وعندك طاهر. ادي الاربعه اللي بتختار جناحين منهم. ووسام ابو علي السهم الفلسطيني الحارق اللي ان شاء الله تعالى يكون له دور مؤثر في المباراة بإذن الله. هو هداف الفريق دلوقتي. الجمهور من المؤكد ان هيكون جمهور الاهلي عارف مهمته وعارف فرقته وعارف دوره وعارف التوقيت ده مهم قد ايه في مساندة الفريق. استعجال الفوز او الضغط على اللعيبه ده مش من ثقافه جمهور الاهلي، وجمهور الاهلي دايما عنده القدره على تفويق الفريق وعلى ازاي يقدر يحط الفريق في اعلى درجات الحماس. الناحيه الثانيه انت مخصص 15,000 تذكره لبيراميدز. طبعا بيراميدز ملوش 15 واحد مشجع، بحكم ان نادي استثماري، نادي خاص، ولد بطريقه معينه، عنده مشاكل كتيره، ما عندوش شعبيه، لكنه بيجتذب جماهير الانديه الاخرى وتحديدا جماهير الزمالك، لانه حتى نجوم ولاعيبه سابقين في الزمالك اعلنوا مساندتهم بشكل واضح وصريح لبيراميدز. وده في حد ذاته تحميس زياده للاعيبه النادي الاهلي، وتهيئه نفسيه ومعنويه للي يشتغل عليها مع لاعيبه النادي الاهلي. هو ده، هي دي النقطه الفاصله المهمه جدا. بيراميدز عنده في الناحيه التشكيل بتاعه شبه مستقر، يعني احمد الشناوي برضو من حراس المرمى الموهوبين الاكفاء، وعنده محمد الشيبي. طبعا حسين الشحات هيلعب في ناحيه الشمال. محمد الشيبي في مواجهته الازمه والقضيه والمحكمه، ايه اللي ممكن يحصل بين الشيبي والشحات في المباراه؟ ايه المواجهه الاستثنائيه اللي بينهم؟ 2 هيواجهوا بعض في الملعب، بيواجهوا بعض في المحكمة وفي لجنة الانضباط وفي الفيفا وفي المحكمة الرياضية الدولية. يعني في مواجهات قانونية كتيرة بين الشيبي والشحات عبر محاميهم طبعا. بس ما يجب التأكيد عليه والتركيز عليه انك في النهاية بتلعب كورة، وفي النهاية الحكم الاسباني رخص مؤكد انه لا يعرف شيبي ولا يعرف شحات. في النهاية عنده قانون ملعب. اتمنى انه حسين الشحات
وهو لاعب كبير ولاعب ناضج ولاعب عارف انه محمد الشيبي اساسا شخصيته وطريقته الاستفزاز للمنافسين مع كل الناس. فمن المؤكد ومن المحتمل ومن المتوقع انه هيعمل كده. اتمنى انه اذا كان هيلعب الشحات في ناحيته او هيلعب عمر كمال او هيلعب كريم فؤاد، ايا منهم اللي هيلعب، يعني حسين يبقى جناح شمال، ورا منه بيبقى يا اما كريم فؤاد يا اما عمر كمال، اي منهم ياخد باله انه الشيبي هيستفز وهيخرج الناس على شعورها ومحدش بيسمع كلامه. هو بيعمل كل حاجة في داخل الملعب والناس بتحاسب على النتيجة او على رد الفعل اللي ما زلنا بنرفضه من حسين الشحات. لكن الاستفزازات اللي بتحصل لا تواجه الا بالهدوء والسكوت وعدم الاستدراج لأي مشكلة في الملعب تطور الأمور وتخلي الحكم الأسباني يتدخل. أتمنى إنه هذه المواجهة الخاصة جدا، لأن بقول لك مواجهة قبل ما تكون في الملعب هي مواجهة في المحاكم والقضايا. 30/7 النظر في الاستئناف المقدم من حسين الشحات ضد قرار حبسه سنة مع وقف التنفيذ وغرامة 101,000 جنيه. فأنت هذه المواجهة قبل ما تكون في المحاكم هي النهاردة في الملعب في استاد القاهرة. الشيبي وبيلعب غالبا المدرب بمحمود مرعي واحمد سامي سردباكين ومحمد حمدي في الناحية الشمال، عنده بلاتي توريه ومهند لاشين ووليد الكارت في نص الملعب، وعنده مصطفى فتحي كجناح وفخر اللقاي الجناح الثاني وفيستون ماليلي راس الحرب الكونغولي. النادي الاهلي بعد مباراة النهارده، لان هي مباراة مؤثرة جدا ومهمة جدا لكنها ليست قاطعة ولا فاصلة، عشان الناس بس فاهمة انه اللي هيكسب النهارده هياخد الدوري. المباراة مهمة جدا لكنه ما تحسمش حاجة. الاهلي عنده بعد ماتش النهارده يوم الاثنين مع فيوتشر، ثم مع بيراميدز تاني يوم 22، ويلعب كمان يوم 26 مع المصري، ويلعب يوم 29 مع سيراميكا. فعنده مباراة النهارده ضمن 5 مباريات مؤثرين جدا، وبعد كده يدخل في الباقة بتاعة اغسطس لغاية لما يوصل ل 11/8 يكون كل الفرق تساوت في عدد ماتشاتها. فانت ما عندكش حل غير ان انت تكسب ال5 ماتشات دول باذن الله تعالى، تتصدر الدوري بفارق مريح عن بيراميدز، لانك هتبقى واجهته ماتشين. بيراميدز الماتشات اللي باقيه له اخف كتير من الاهلي عددا وقوه. عنده بالظبط مع الاهلي اهو النهارده هيريح ويلعب يوم الاثنين مع الاهلي. يعني برضو دي الناس اللي بتتكلم على تكافؤ الفرص وعلى العداله وعلى اللي بان اياها، اهو فريق هيريح وفريق هيلعب تاني. فعنده الاهلي دلوقتي والاهلي يوم 22 كمان يوم الاثنين، وعنده الزمالك يوم الجمعه، ثم فاركو الثلاث، وزد يوم 4 اغسطس، والداخليه يوم 14 اغسطس، وطلائع الجيش. يعني بعيدا عن مباراتيه مع الاهلي بقيت مبارياته في المتناول، اذا كان الزمالك او فاركو او زد او الداخليه او طلائع الجيش. عشان كده العقبه الكؤود قدام فريق بيراميدز هي مع الاهلي، غير ماتشينه مع الاهلي بقيت ماتشاته في المتناول جدا. يعني 5 ماتشات بقول لكم: زمالك، فاركو، زد، داخليه، طلائع. ده الجدول اللي باقي البيراميدز. عشان كده احسم امورك بايدك. الامر النهارده عند لعيبه النادي الاهلي، هم الاكفأ، هم الافضل، هم اللي اذا كان بيراميدز عنده مكافآت كبيره ووعود كبيره وحواديت كبيره قوي، الاهلي عنده دوافع كبيره وعنده اهداف كبيره وعنده جماهير كبيره تنتظر من لعيبته هذا الحسم والتاكيد على هذا الفوز. برضو في حواديت المباراه كانت اثيرت المساله بتاعت احمد توفيق، وكتير من الناس في السوشيال ميديا اتكلمت على انه في مخالفه، ويمكن امبارح في مالك وكتابه وضحنا المساله انه احمد توفيق صحيح خد 3 انذارات في الدوري
لكن خدوا بالكم في النص قبل ما ياخد الانذار الاخير في مباراه طلائع الجيش كان خد انذار في مباراه في كاس الرابطه، وبالتالي توقف مباراه. كان خد في مباراه زد في كاس الرابطه وتوقف مباراه المصري في كاس الرابطه، ولما خد رجع يلعب في الدوري خد ماتش طلائع الجيش فكان انذار اول. فالناس ما كانتش رابطه ما بين بطوله كاس الرابطه وما بين انذارات الدوري اللي اللائحه بتقول ان هم وحده واحده وانذاراتهم بترتبط مع بعضها. دي كانت لازمه للتوضيح، لانه لقيت اكتر من واحد بعد الحلقه باعت لي بيقول لي يعني انتوا كده بتقولوا او ما تسيبوا المساله شويه. وحق يا جماعه، حق الاهلي انه يجي بالحق والحقيقه والقانون، لانه زي ما اوضحنا كتير المشكله بتكمن في ايه؟ ان الناس ممكن نقص معلومه او عدم وضوح صوره كامله، فانت بتفترض حق وبتهاجم على اساسه وبتطالب ببناء عليه، ومستحيل يتحقق لانه في شق قانوني. فتبدا النبره تروح ضد النادي الاهلي وضد الاداره، والاداره مش عارف مقصره، والاداره نايمه، والناس مش شايفه شغلها، وحقنا بيضيع، والتانيين ظلمه، وتتبني اراء سلبيه كتيره قوي عن غير حق، عن غير حق. عشان كده الاهلي طول عمره لا بيطالب الا بحقه وما بيحتاجش الا الحقيقه هي اللي تنفذ. فانت بهذا الشكل بقول لكم التوضيح بيبقى مهم جدا علشان ما نروحش في سكه وبعد كده نتهم نفسنا بالتقصير ونتهم ادارتنا بالتكاسل والتهاون في حق النادي، ونتهم اخرين بالظلم او التدليس. كلها حاجات ما بتبقاش موجوده، لكن لما تبقى موجوده وحقيقه مؤكده لا، الاهلي لا يفرط في حقه ولا جمهوره ولا كل محبيه يقبلوا له ابدا انه يهدر له حق. بس دي نقطه مهمه للتوضيح. اثيرت برضو فكره لجنه الحكام، وانه الكابتن ابراهيم نور الدين مدير فني للجنه الحكام، وشويه يتقال لا هيبقى رئيس لجنه الحكام. لا ده ينفع ولا ده ينفع. ابراهيم نور الدين الراجل لسه حكم ما سابش الصفاره من ايده. مفيش حاجه اسمها ان انا افرضه على اللجنه مدير فني، والاتحاد لسه ما شكلش لجنه جديده، والقبول باي ضغوطات عليه مش هيبقى كويس للجنه اللي جايه. انت ما انتش عارف اللجنه اللي جايه مين اللي هيرأسها وهتشتغل ازاي. فالافضل والانسب بالنسبه لاتحاد الكوره انك تشكيل لجنه جديده، اللي يقود اللجنه او يرأسها هو اللي يختار افراده وعناصره. لكن هتزرع له ناس ما يعرفش يمشيها، انتوا بايديكم اللي بتفشلوا اللجان اللي جايه. دي نقطه مهمه جدا. لكن اعتقد من سبيل النكته ان انت تقول ابراهيم نور الدين هيبقى رئيس لجنه الحكام ويطلع هو يقول لك لا انا ما اقبلش بكده، عيب الراجل موجود، وكانه ده ممكن يكون. الى هذا الحد الامور وصلت في لجنه الحكام. دي مساله فيها يعني كلام الحقيقه قليل قوي. ده بالنسبه للوضع لجنه الحكام. المنتخب الوطني امبارح طلعت حاجه عبر المواقع الفرنسيه ان منتخب مصر بيفاوض هيرفي رينار المدرب الفرنسي، وطبعا حسام حسن وابراهيم حسن لازما يشتعل غضبا. فاتحاد الكوره بسرعه رد وقال يا جماعه الناس دول اخبارهم قديمه قوي، الكلام ده بايت قوي، الكلام ده واضح انه واخدينه من ساعه لما حصل تفاوض قبل تعيين حسام حسن. فده خبر قديم عندهم ما هوش جديد، والمنتخب او الاتحاد عنده كل الدعم لحسام حسن وجهازه الوطني. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. شكرا جزيلا لحضراتكم.